النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الليمون المعصفر السريع. هنعمله بقى عشان رمضان، حاجه سريعه كده. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اول حاجه كده هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا 3 كيلو ليمون، غسلهم كده، غسلهم كويس قبل ما افتحهم. بعد كده هجيب الليمون يكون اصفر معاكي، علشان الليمون المعصفر لازم يكون لونه اصفر وحجمه كبير. ده كان فيه تشبيحة خضار بس بسيطة مش كتير، بس لو أصفر عن كده كمان هيكون معاكي أحلى. هبدأ أفتح الليمون كده زي علامة زائد، بس ما توصليش بالفتحة للآخر، يعني هتفتحيه كده علامة زائد هيدي معاكي 4/4، بس ما توصليش للفتحة من الآخر، عشان لسه هتحطيه في المية يتسلق، وبعد كده هتحشيه، فتكون الليمونة ماسكة نفسها، فما توصليش الفتحة للآخر. قطعت كده كمية الليمون. معايا هنا قرون من الشطة طبعا ممكن تحطيها من غير تقطيع زي ما هي كده، وممكن تقطعيها زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، يعني المتاح ليكي اعمليه. انا هنا بقطعها عشان ما تاخدش معايا مكان في البطرمان. لما بتحطي الشطة كده قرون بتاخد معاكي مكان في البطرمان، عشان كده انا قطعتها بالشكل ده كده. هعمل كل الكمية طبعا بنفس الطريقة. ولو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. خلاص كده انا قطعت الشطه والليمون جاهز معانا. رحت في حله كانت فيها ميه بتغلي على النار، هنزل بالليمون في الميه طبعا بتغلي. اول ما تنزلي بالليمون هتهدى الميه ومش هتغلي معاكي بسرعه. بعد ما الميه بتغلي بتسيبي الليمون يغلي لمده 10 دقايق. يعني خلاص الميه هنا مجرد ما تغلي هتحسبي لها على الساعه 10 دقايق. شايفين بقى الميه السخنه فتحت الليمونه، شايفين علامه الزائد اللي انا قلت لك عليها، فتحتها كده بالسكينه فبتدي معاكي الشكل ده. هنا بقى بعد ما الميه بتاعت الليمون غليت بيه 10 دقايق هشيله كده من الميه وهسيبه يبرد تماما. يعني مش هحشي الليمون، مش هحط فيه العصفر غير لما يبرد تماما، لازم تسيبي الليمون يبرد. شايفين بقى سبت الليمون زي ما برد. هنا معايا عصفر، معايا حوالي 4 معالق كبار من العصفر. هاخد عليهم 3 معالق من الملح. احنا قلنا 3 كيلو ليمون، كل كيلو ليمون معلقه من الملح. وخدت معلقتين كبار من حبه البركه، دي المعلقه بتاع البهارات الصغيره، عشان كده حطيت 3. وهنا بقى مش هكتر حبه البركه، حبه البركه لو زادت هتسمر معاكي الليمون، يعني هتغمقه، وفي نفس الوقت هتديله مراره. فانا ما كترتش كده من حبه البركه. هبدأ بقى احشي الليمون كويس بالعصفر وحبه البركه والملح زي ما انتم شايفين كده. هحشيه طبعا كويس، وزي ما قلت لك هيقعد معاكي 10 ايام، ممكن تفتحيه بعد 10 ايام، لكن احنا ان شاء الله نفتحه مع بعض في رمضان. حشيت كل الكميه بنفس الطريقه، شايفين شكله ما شاء الله عامل ازاي. كانت بقى معايا كده معلقه من العصفر حطيتها في الميه، وحطيت 3 معالق كبار من الفلفل الاحمر. الفلفل ده اللي هو هرسه الشطه، كنت فرماه وشايلاه عندي في الفريزر. ومعايا 6 كوبايات من الميه، حطيت عليهم 6 معالق من الملح. كل كوبايه من الميه اللي هي الميه بتاع كوبايه الكوبايه المعياريه بتاعت الشاي العاديه، حطيت 6 بوم، حطيت عليهم 6 من الملح. وبعد كده خدت معلقه من الكركم. وهاخد هنا عصير 5 ليمونات. يعني كل كوباية مية بتاخد معلقة من الملح. شوفي بقى لو حط 4 معالق ملح، حط عليهم 4 كوبايات مية. يعني زي ما قلت لك هي معلقة واحدة من الملح على كوباية المية. حطيت معلقة من الكركم. الكركم طبعا مادة حافظة وهيخلي لون المية معاكي أصفر. بعد كده عصرت 5 ليمونات وهستخدم القشر بتاعهم، وجبت البطرمان حطيت فيه كده شوية من الجزر وشوية من الفلفل. وهعمله كده طبقات، طبقة من الجزر وطبقة من الفلفل وطبقة من الليمون. شايفين هنا الفلفل ما بياخدش مساحة زي ما قلت لك ازاي، لكن لو هتحطيه كده قرون هياخد معاكي مساحة في البطرمان كده، تحسي ان انت مش عارفة تحطي الليمون. بس لو الفلفل بتاعك رفيع ممكن تحطيه برضو قرون، مفيش اي مشكلة. خلاص انا مليت البطرمان بالشكل ده كده. طبعا مش عايزه املاه قوي لانك لسه هتحطي الميه وهتحطي الزيت، فما تضغطيش عليه ولا تمليه قوي. هنا بقى بدات احط الميه. خدت هنا بقى شويه من الزيت، وبعد كده هحط قشر الليمون اللي احنا عصرناه، قلت لكم هنحتاجه، فهحطه كده على وش البطرمان. خلاص كده البطرمان تمام معايا. بقى كام واحده ليمون كده اتبقت، فاحطها في بطرمان صغير. احط شويه من الجزر المبشور، شويه من الشطه اللي احنا مقطعينها، ونحط بقى كميه الليمون. يعني الكميه اللي بقت معانا حطيناها كده في بطرمان صغير.
وهنزوده الميه ونحط على وشه شويه من الزيت، والزيت ده لازم تحطي كده شويه على وش الليمون. وطبعا الميه اللي احنا عاملينها للتخليل انا غليها في الكاتل وسبتها بردت. اغلي الميه بتاعت المخللات بتاعتك عشان ما يعملش ريم، ولا يعمل اللي هو الريم اللي لونه يريم كده، يكون في حتت بيضه كده صغيره. فلازم تغليها وتسيبها لما تبرد. وهنا جبت كيس تلاجة، وهبدأ بقى اقفل البطرمان بتاعي كويس عشان ما يدخلوش اي هوا. ودي كانت وصفة النهاردة، يا رب اكون افدتكم، واشوفكم في وصفة جديدة على خير، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ومع السلامة.